نيابة عن جمعية علماء الإذاعة والتلفزة التونسية ونيابة عن مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسرة المرحوم عادل يوسف، إلى زوجته ربيعة وابنه أمير وبناته أماني وأميمة وإناس وكافة الأحفاد، وإلى زملائه وأصدقائه ومستمعيه داخل تونس وخارجها، راجين من العلي القدير أن يرزقنا جميعا جميل الصبر والسلوان، ويتقبله بواسع رحمته، ويجعل مأوى المرحوم عادل يوسف في روضة من رياض الجنة، إنه سميع مجيب. قال الله تعالى في كتابه العزيز: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الدعاء الشيخ محمد. اللهم لك الحمد